2 تحت المنطقة سنة و5. هي عندها كم سنة شهر؟ وشهر. عندها سنة وشهر. في كحة؟ لا سخونية؟ لا هي بس الرضاعة كويسة ولا رافضة الرضاعة أو كده؟ لا، في إسهال؟ أي حاجة تانية؟ لا يعني هو الرشح بس. ماشي. تحس بخرفشة في الصدر ولا في المناخير؟ وهي نايمة وهي بترضع صح؟ يعني أيوة أيوة في المناخير. الصدر. ماشي. عندها قد إيه؟ سنة سنة. شهر. هي نايمة محسوبة بالسنين مش بالشهور. بص يا ست، هتديلها من دي 5 نقط دي حاجة فاهم؟ مش معاكم. مساء 5 نقط بالليل كل يوم. ماشي. ومن دي 2 نقطة بالأنف عند اللزوم. يعني فترة الرضاعة بالليل. أي وقت تحس كده فيه خنفرة والتكتيمة دي تروح حاطة نقطتين هنا وهنا، وحاولي تنضفي على قد ما تقدري. بس كده. يعني نقطتين هنا ونقطتين هنا. ورا بعض الاثنين ولا بينهم وبين بعض؟ عادي يعني؟ عادي. اللي في دي اللي في الأنف اللي في الفم 5 نقط بس مرة واحدة. سعرهم كام؟ ده ماشي عادي عادي. خد الشفا ده مع 66 يعني 60 عشان ده 65 هاتها بدهين عشان عايزين. لا مش هنمسح. في بتاع اللي هي البخاخة دي عارفها اللي هي للأنف. دي بيبقى أحلى من النظر. لا دي غالية. خليكي ما أنا فاهم أنا عندي. لا واحدة عندك انت بخاخة اللي هي في مية البحر. طيب استخدميها معاها. بس هي مش الشتا اللي فات. بس لا دي الشتا تترمي اسكندرية. تترمي. يعني الشتا اللي فات مفعولها مفتوحة انتهى كده؟ طبعا. وفي الثلاجة؟ حتى لو في الثلاجة زمان البكتيريا دلوقتي مليانة. مركونة بقالها سنة. هي مش الشتا اللي فات. لا خلاص احنا كنا من شوية والنهارده سخونية. ضرس ورم. هفتح كده بقى. هو عامله سخونية. بعدين رحنا للدكتور باسم انا ما لقيناش موجود. حاجة تهديه كده بس ايه. شفت دكتور محمود اللي في وشنا ده هو عمر كده كده هيحتاج مسكن وهيحتاج مضاد حيوي. انا بتكلم في كده عشان الورم وحاجة المسكن. ماشي. هو عنده كام سنة؟ عنده 10. هو في 5 ابتدائي. يعني 10 11 سنة. هياخد المضاد الحيوي دوت 10 سنين. وزنه قد ايه تقريبا؟ 28 كيلو. هو ضعيف بس. يعني 20 كيلو. وزنه الطبيعي المفروض يبقى 32 أو 34 بس مش جاي بس. أكله ضعيف. شد حيل. هو شكله بياكل سكريات كتير. ده اللي عامله له المشكلة. 5 سم 3 مرات و5 سم كل 12 ساعة. مساء الخير. عشان النهارده الجمعة وبنشتغل بعد العصر، فمساء الخير مش صباح الخير. والقهوة المرة دي أمريكان، حاجة كده يعني إيه ضخمة تسد معانا اليوم. طبعا أنا ما عرفتش أصبح عليكم أو أمسي عليكم أول ما بدأت، علشان النهارده ده بنزل شفت أفتر، شفت مسائي. وطبعا شفت المسائي ما فيهوش الراحة والدلع بتاع الشفت الصباحي. النهارده هيكون في كيسز اكتر وفي روشتات اكتر، وما اعرفش هعرف اتكلم ودردش معاكم كده ولا لا، بس يعني هنحاول. النهارده عامل حسابي ان انا اتكلم معاكم في كونسبت مهم جدا جدا في شغلنا كصيادله، وهو كونسبت مش مشهور وسبب مشاكل كتير قوي، وهو ال individualization of treatment، او بالبلدي ازاي بنفصل الدواء على مقاس العيان، او ازاي بنفصل الخطة العلاجية على مقاس العيان. وده بيتعارض تعارض واضح ومباشر مع فكرة الروشتات الجاهزة.
اغلب الصيادله بيكونوا محتاجين روشته، هو عايز يعني لما عيان يجي له يقول له انا عندي اسهال انا اديله ايه، او لما يجي لي عنده برد اديله ايه، او جاي لي عنده مغص اديله ايه. فيعني عايز روشتات استنباط. دي سهله الحفظ وسهله التطبيق، بس غلط، مفيش كده. والمفاجاه انه ده مش بس في الدواء، ده كمان في الكوزموتكس. يعني حتى الكوزموتكس ما بتمشيش كده. يعني حتى الكوزموتكس مفيش حاجه اسمها غسول لكل البشرات. يعني نفس الغسول ده ينفع لكل البشرات؟ لا. نفس المرطب ده ينفع لكل الناس؟ لا. علشان كده انا اصلا اجينست وضد الكونسبت بتاع ان احنا ناخد الروتين بتاعنا من البلوجرز او ناخد ريكومنديشنز من البلوجرز. لانه لما تيجي بلوجر تقول الغسول ده مناسب للبشره الدهنيه، حلو، او انا جربت الكريم ده وشال الحبوب من وشي، جميل. انت مين؟ انت مين وبشرتك نوعها ايه ودرجه البشره ايه والحبوب اللي اتشالت من وشك كان سببها ايه؟ هل هي حب شباب ولا هي حبوب تانية؟ ودرجه حب الشباب اللي كانت عندك ايه؟ هل هي مايلد ولا مايلد تو مودريت ولا مودريت ولا مودريت تو سيفير ولا سيفير؟ يعني كانت فين درجه الدهنيه بتاعت بشرتك؟ لانه لما نيجي نقول انا بشرتي دهنيه، انا ممكن اجيب 3 4 بشرتهم دهنيه بس ولا واحده فيهم زي التانية. كل حد دهنيه بس درجه الدهنيه بتختلف ما بين حد دهنيه بسيطه جدا لحد دهنيه عنيفه جدا، وما بينهم درجات. فلازم اكستمايز وافصل المانجمنت بلان بتاعتي على مقاس كل حد بالظبط حسب ظروفه. هنتعلم ازاي نعمل ده بشكل بسيط كده يعني في خلال الفيديو ده. الطفل دي عندها 4 سنين. اه، دي تحليل مزرعه. الادويه اهي. مزرعه ايه دي؟ مزرعه بول؟ مزرعه بول. الادويه اهي. عندها 4 سنين مشتاقه لها في الوزن قوي. تمام. هات لي اي دواء ايه من السبب اللي خلاكم اصلا تعملوا لها مزرعه بول؟ ما هو كان عالي. كان في صديد يعني؟ كان في صديد عالي. هي بتشتكي من حرقان في البول مثلا؟ يعني كان ما بتعرفش تتكلم قوي. وقلنا ما نشوف البنت دي اللي يجي لها سلس في البول او تبول لا ارادي يعني. فكشفنا لقينا الصديد عالي. تمام. فالدكتور طالب دي، الدكتور مش موجود. تمام. فقالوا احنا الدكتور محمد هنا، قول له على العمر وكده هو هيدي لك اي دواء من ده. تمام ماشي. هو عموما اللي هينفع لها من دول هو الجنتامايسين. طب عالي يا دكتور في صديد كتير، هي يعني عندها مشاكل في الكلام والحركه وكده؟ لا، هي بتتكلم زي الصاروخ وبتجري جري موت، شقيه قوي. طيب هو بس هي مش جته جامده يعني. مش مشكله، بس ما بتقولش مثلا في حرقان مغص في بطني اي حاجه؟ لا. يعني هي ما عندهاش اي شكوى؟ لا. هي طالما ما عندهاش شكوى يعني اصلا كل ده احنا مش هنبص له طالما ما فيش. هي مش كانت بتاكل كويس، ده ملوش دعوه. مش كانت ملوش دعوه. ما تعرفش هي الشكوى. عيله صغيره. لا، ما هو العيل الصغير، لان انا بيجي لي دلوقتي واحد زي حضرتك يقول لي بنتي بتقول لي يا بابا او يا ماما يعني لما بدخل الحمام ما بعرفش، بحس انه البول متحاش، او بحس انه في حرقان. اصل ده 4 سنين. 4 سنين بتتكلم وتقول وتوصف يعني وتعمل. لو خدنا اي دواء من ده غلط؟ بصراحه كلهم مضادات حيويه تقيله جدا، كلهم تقال. انا لو انا عامل المزرعه دي لنفسي طالما انا ما عنديش تعب مش حاسس بحاجه مش هاخد حاجه. هو الدكتور كان صرف لها مضاد حيوي. خلاص نقول للدكتور صرفه هو يكفي وخلاص. يعني هي اصلا كمان واخده مضاد حيوي؟ واخده مضاد حيوي. اخذت ايه؟ والله ما عارف. طيب انا عايز بس تتاكد مني من كلمه، من حاجه واحده، من امها، عشان ممكن هي ما بتقولكش، بس امها. طب خلاص. هي اشتكت من حرقان، تقل في البول متحاش، مغص في بطنها من تحت، اي حاجه تقول لي ان انا ادي لها مضاد حيوي. مفيش شكوى ولا لو الصديد طلع مليون ما ببصش عليه. خلاص مش انا هبعت ابوها. بس طلع في حاجه هقول لك بقى هتاخد المضاد الحيوي بايه وجرعه كام وكام حقنه وكل حاجه. طيب ماشي، شكرا. عينيا ليك.
بص يا سيدي، مروه هتاخد اول حاجه خفض الحراره ده 2.5 سم عند اللزوم، ماشي معاك لغايه 5 مرات في اليوم كل ما تسخن. ده عشان الرشح 5 نقط بالفم مساء، ماشي، للرشح والتكتيم والبرد. ودوت رش في المناخير عند اللزوم، ترش لها الناحيه دي كده هتلاقيها بتنزل من الناحيه التانيه، نضف وبعدين رش من الناحيه التانيه مرتين كده هتلاقيها بتنضف المناخير كويس. انت بتنام على الجنب ولا عند عادي؟ اللزوم لا عادي، وهي قاعده بتعملها لها. الحقن دي بقى كل واحده هتتحل في 2 سنتي، ماشي، ويتاخد سنتي كل 12 ساعه. بص ماشي، انا ممكن ناخد واحده بس، حقنه واحده بس. لازم تكمل الجرعه. عايز تاخدها دلوقتي عشان مثلا الفلوس، خد واحده مش مشكله، ماشي، بس لازم تكمل التانية. واحده بس. ماشي، سنتي كل 12 ساعه. ماشي. تظبط الساعه، اذا اديت لها السنتي الاولاني الساعه 9 بالليل تدي التاني 9 الصبح نفس الساعه في الفخذ من قدام. ماشي، هو ده كله كان بيسجل ولا ما كانش بيسجل؟ تمام. طيب ليه الراجل اللي جالي بمزرعه للبنت اللي عندها 4 سنين ما رضيتش اديله مضاد حيوي؟ علشان المفروض انه طالما عندي اسيمبتوماتيك بكتيريوريا ما بنديش انتيبيوتيك. طالما الموضوع بدون اعراض ما بنديش مضاد حيوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في توبا ماكس 25. توبا ماكس 25. ياسين هنا تعالى. لا للاسف مش موجود. في توبراميد 25 زيه. توبا ماكس لو شريط. توبا ماكس. لا توبراميد. لا عارف. فالجايد لاينز بتقول انه لو عملنا تحليل بول وطلع فيه صديد ولكن المريض لا يشتكي من اي اعراض ولا فيه حرقان ولا تقل في البول ولا اي حاجه، فما بنعالجش خالص. هتاخد ادابالين دوت هيتحط نص ساعه بس على البشره بالليل. تستخدم اي غسول او صابونه ما او بستخدمش اي حاجه، انا اول مره اشتري اصلا. انت في ثانوي لا كليه ولا كليه؟ يعني هتتسحل في الشمس كتير. هو كده كان مسافر النهارده اصلا. بنت العريش. طيب هتحط من ده كل يوم بالليل نص ساعه بس. طبعا محتاج مرتب او ساعه كده. على الاقل مرتب. في مرتب؟ هو كام ده؟ 34. يعني اجيب لك حاجات كلها ميزانيه معقوله يعني. مش في كده يكون حلو. ماشي، ما هي هتبقى حلوه كده كده ما تقلقش. ده مرتب؟ ده المرتب. كده تمام. كل يوم بالليل هتغسل وشك، حلو، بعد ما ترجع من الجامعه وتخلص المعجنه بتاعت اليوم دي تغسل وشك كويس. هتحط البتاع المرطب دوت حاجه خفيفه خالص على البشره، بسيطه خالص، نص ساعه كده او ربع ساعه بس ما يتشرب. هتروح حاطط الادابالين نص ساعه بالظبط وتغسله بميه وتحط المرطب وتنام. يبقى اغسل وشي مرطب ادابالين مرطب، يعني بين ارتب وبعد كده احط كانك بتعمل سندوتش. طب طبعا مفيش اي حاجه ثانيه ولا كده تمام؟ بس هم دول كده حلوين قوي معايا. كده كام؟ وتجنب بس الشمس المباشره، يعني كده كده احنا داخلين على الشتاء فمالوش لازمه تشتري صن بلوك. لا مفيش. ادابالين دوت ممكن في البدايه اول كام يوم تلاقي لو في حبوب تحت الجلد بدات تطلع، مش مشكله، كمل عشان كله يتشال. انت اللي مع فاطمه؟ نعم. انت اللي مع فاطمه؟ طيب فاطمه الاثنين دول مكتوبين لها للسخونيه، الستال واللبوس الدولفين، بس الاثنين ما بيتاخدوش مع بعض في نفس الوقت. الدولفين دوت بيتاخد عند اللزوم، يعني هتبداي بيه دلوقتي. دوت بيتاخد ايوه لما الحراره تبقى مرتفعه جامد. هي دلوقتي درجه حرارتها 40 واكتر، فتبداي باللبوس مع الكمادات او تحت دش، ماشي. بعد كده لما الحراره تبدا تهدى هتستخدمي الستال، هيتاخد منه 3.5 سنتي معاكي لغايه 5 مرات في اليوم. لو في اي وقت بعد الستال عدى ساعه وحراره ما بتنزلش هتدي لبوسه برضه. هو واجي في الستان؟ لا يعني بين الاثنين دايما يكون من 2 ل4 ساعات.
اقل حاجه. انا مش هينفع الاثنين مع بعض. لا بلا، ما ينفعش الاتنين مع بعض. الحقن دي بقى هتاخديها كل 12 ساعه وتديها لها كل 12 ساعه عضل كامله كل 12 ساعه، يعني نفس الساعه بالليل والصبح. ايوه. خلي بالك اذا اديتي يعني مثلا ما تديهاش الساعه 6:30 دلوقتي وتيجي 6:30 الصبح مش لاقي حد يدي لها الحقن، اصبري ساعه ولا ساعتين عشان تعرفي تظبطي الميعاد. يا دكتور بقولك عايزين الحشرات. ايوه ما هو ده الحشرات. الهرش. هو حد لاقيه؟ ده اصلا ما حدش لاقيه. يا ريت تزحفوه. ده انا مطلعهولك يعني ما يطلعش لاقي حد. مش نافع، هذا عدد صغير. ماشي، اهم حاجه ما تفتحش. لا. لا فتح الو. مش هينفع يرجع. ها؟ فينك يا دكتور؟ موجود اهو. مختفي ليه؟ انا بتكلم جد والله. موجود شويه مشاكل، بتجوز. ربنا يعينك. الكريم اللي في الاخر الو. كده يعني اقدر اقول لو مش موجود شوف لي له بديل. خد. بسم الله. هو شكله نوع مش معروف، طيب سيب مش دي. موجود خالص. طيب سيب دي خالص. البنت كان طالع لها حاجات في جسمها، حبوب بيسموها حمويين. هي كام سنه الاول؟ اولى ثانوي. تمام. واستعملت علاج بعد علاج بعد علاج، دلوقتي باين اثر الحبايه. بس ده موضوع خلصنا منه. الحبايه راحت بعد كده هو هتجيب له روح. لو عايز ياخد لها حاجه تساعد في الاثر ده يروح. ده مش ده اللي جاي له. اللي جاي له ضافرها من هنا خالع كده واجيبها لك ولا ايه؟ وريها لي شوف. ضروري تتشال. اللي هو الدكتوره كاتبه، الدكتوره ماجده كاتبه لها الهاني اللي تحت. اشوف لازم اشوف الاول ضفيرها دوت شكله ايه عشان اعرف بس ده فطريات ولا اصفر منغرس ولا دوت ايه بالظبط. اقل من ساعه زمن هكون هنا. انت بتكون خلاص هنا انا موجود يوم الجمعه دايما. الجمعه على طول. ماشي ان شاء الله. ساعه زمن هكون عينيا تحت امر. السلام عليكم. عليكم السلام. ماشي. ده دواء قديم من الطفله كان عندها 9 شهور عشان دنيا. تمام. هي دلوقتي عندها سنه وشهرين بس دنيا رجعت تتابع تاني. تمام. ايه بالظبط التعب اللي عندها؟ هي بتشد في ودانها؟ كده وتشد ودانها. ودان واحده ولا اتنين؟ الاتنين. في عندها برد او رشح او مناخيرها مكتمه؟ تمام. هي نفس رقم واحد عندها لازم تاخد حاجه توقف البرد عشان الرشح ده هو اللي بيكتم الودان من جوه. تمام. فحاسس طول الوقت ان ودانها مكتومه مضايقاها. حاضر عيني. لا دي مش موجوده. صح؟ فاحنا هنجيب لها دواء البرد اللي موجود هنا. التعب اللي في ودانها ده بقاله قد ايه؟ اسبوع بتشتكي من ودانها؟ سخنت؟ لا مش في سخونيه. لا مفيش سخونيه. لا بس هو برد زي ما انت قلت كده وتكتيم في المناخير وبقى انت كده وتشد في ودانها كده. هي صح احنا لسه كنا خارجين لها دنا من اسبوع فانا قلت يعني التهابات في الدم كنا جايبين لها بنسلين اللي هو بيتحط عشان الحلق. انا قلت ده انا ملتهبه شويه هتروح وكده. العادي الخرم عاد بسيط مش في حاجه والحمار راح بس البنت برضو ايه دنا تعباها. تمام ماشي. طيب انا هدي لك الدواء بتاع البرد عشان نوقف الرشح. تمام خلاص. ودانها كان في نقط هنا تقريبا. في نقط للودان بس انا شايف ان هي مش محتاجه نقط الودان دي. يعني ان هي اول ما تاخد دواء البرد في ظرف يوم يومين هتلاقي الدنيا فكت معاها. لو عدى 48 ساعه او 24 ساعه بس وما اتحسنتش تعالى. عايز اقول لك خلي بالك يا دكتوره لما حد يجيب لك مرتجع زي اللي كان عايز يرجع لي الاكتوميثرين، افتح الاول علبه الحاجه اللي هترجع وتاكد منها ان هي ما اتفتحتش، لانه ممكن يكون زي الشخص اللي لسه جاي من شويه وعايز يرجع الاكتوميثرين دوت راح البيت فتح العبوه، الله اعلم استخدمها ولا لا، ما اقدرش يعني اتاكد من النقطه دي، لكن هي اتفتحت وطالما اتفتحت ما ينفعش ترجع.
الله ينور عليك. الله ينور عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا سيدي، بسم الله. خافض الحرارة ده 5 سنتي 3 مرات، والمضاد الحيوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 5 سنتي كل 12 ساعة مرتين. لزقة الترجيع بقى دي أول حاجة تبدأ بيها قبل كل الهيصة دي، عشان ما تديلوش الدواء ويرجعه مرة تانية. تمام. هيتاخد اللزقة دي عند اللزوم، تبدأ بيها، تاخد واحدة احتياطي ورجع كام مرة؟ ولا مرتين 3. طيب احتياطي هيكون معاك كمان واحدة، دي هتبدأ بيها تديها له دلوقتي، وبعدين تبقى تديله الدواء بتاعه. خلاص. لو رجع تاني اديله كمان لزقة، ما رجعش خلاص خليها، ممكن تبقى تجيبها لي بكرة. خلاص ماشي. ناقص للأسف، مش متوفر. مش موجود خالص صعب. ولا في الساعة هنا. ولا في مصر كلها. هو اكلمه اخليه يشوف لي بديل ليه؟ ايه؟ اكلم الدكتور اخليه يشوف لي بديل ليه؟ خليه يشوف بديل غير اللبوس، لانه مفيش لبوس حاليا، مش متوفر. في نقط اللي هي تتحط على الميه وتتشرب، وفي دواء شرب، وفي حبوب. لبوس مفيش. كلمه وانا اقول له. انا اكلمه. دكتور مين؟ دكتور عبد السلام عبد الله اللي هو بتاع نسا التوريد. تمام ماشي. عرفته؟ السلام عليكم يا دكتور. الصيدلة مع حضرتك. السلام عليكم. بركاته. دكتورنا الغالي، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا باشا. معاك دكتور محمد من الصيدليه. لبوس الجليسرين الفتره دي ناقص خالص، مش متوفر. في البيكولاكس نقط، وفي الايجي كيوسات شرب، والايجي كيوسات اقراص، ومينالاكس اقراص برضو. ايه اقراص؟ في اقراص مينالاكس وايجي كيوسات. لا اديله بيكولاكس دوت. بيكولاكس. نقطة نص كوباية مية 3 مرات. خلاص تمام. تمام. اديله جاستريك 3 مرات. البيكولاكس كام نقطة؟ 15 نقطة نص كوباية. تمام. خلاص ماشي. ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور، ما اتفضل، مع السلامة. ألف شكر. ده مش موجود، ناقص. مش متوفر، مش هتلاقيه، هتقعد تلف كتير عليه مش هتلاقيه. اشمعنى يعني؟ بقاله فترة مش موجود. هي بتلف وراه. طب اي حاجه. هو صحيح بقاله فترة مشاريع من فترة كان بيقولوا في نقص في السوق فيه. نقص فيه هو؟ يعني مش متوفر. في حاجات تانية زيه. طب ما تجيب طيب. عايزين حاجة اللي فيها قشر يعني الرصيد. حشرات؟ لا قشرة؟ لا قشرة، لا ده مش بتاع قشرة. مين انت؟ طب مش جيب اي حاجة في الشعر. ده مش لعلاج القشرة، ده لعلاج الحشرات بتاعة الراس. طب في طيب الحشرات للبتاع؟ للحشرات حاجة وللقشرة حاجة تانية. اشمعنى كده؟ ما هو ده حاجة وده حاجة. ده حاجة وده حاجة. ماشي، طب وريني كده الاثنين. انت يا عم وريني. القشرة والقشرة في النقطة. شامبو والنظف ده بتاع القشرة وده بتاع الحشرات. مش لازم تفتحي. اللي جنبك. ليك ولا لحد تاني؟ ليه؟ لا انا عايزة زي ده. زي ده مفيش، مش هتلاقيه عشان ما تقعدش امال دي تلف. بكام طيب؟ يعني متأكد نظيف؟ ده اشهر من نار على علم. لايسيد ده بقاله يجي 50 سنة، كل المصريين يستخدموه. هو ازازة الدواء كده صح؟ اه ايوه انا بيعمل فروة رغوة بيضة كده. ده يعني يمكن من سنة حاجة و80، من زمان قوي ده. ايوه بيعمل رغوة كده وتلاقيه قتل كل الحشرات تقريبا. دوت بيتحط على الراس ويتدلك كويس بيه الشعر وفروة الراس نفسها، وبعدين تلفي طرحة كده وتباتي بيه ليلة، تصحي الصبح تغسلي شعرك كويس بمية وصابون، مش هتلاقي حاجة. يعني مش اغسل شعري؟ اغسله بعد كده؟ لا تاني يوم الصبح. تاني يوم تغسليه. واول يوم؟ لا ما هو انت هتحطيها قبل ما تنامي وهتنامي بيها وتصحي الصبح تغسلي شعرك. بس اول يوم ايه؟ هتصحي تلاقي الشعر بقى 100% كله مات. دي بكام ودي بكام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوت ده ب 40 جنيه ده؟ وده ب 68. 68 ده؟ ده بتاع القشر. يعني دي ب 40. اه ده ارخص من ده اصلا. انت مستغلياه ولا ايه؟ لا هي ده اغلى على فكرة.
طب ما تجيب شامبو للقشر. ما هو ده شامبو القشر. افتحه كده معلش. هتستخدميه للقشرة دوت، هتستخدميه يوم ويوم لا. تغسلي بيه برضو شعرك كويس وتدلكي كويس شعرك وفروة راسك وتسيبيه قيمة 10 دقايق وبعدين تشطفيه يوم يوم لا. احطه معجون؟ لا دوت اصلا انت من مرة واحدة ينظف الدنيا. لو لقيتي لسه فاضل حاجة. الحبوب ولا القشرة الاثنين؟ ده للقشرة بس. طب والحبوب؟ انهي حبوب؟ في حبوب صغيرة كده طالعه لك تحت الجلد كده. الخراج ده؟ لا الخراج ده حاجة تانية. الخراج دوت عايز مضاد حيوي. واحدة واحدة، خدي امشي على واحدة واحدة كده والدنيا هتفك. الأول تاخدي ده وتاخدي شامبو القشرة أسبوع وهتلاقي الدنيا راقت معاكي. لو فضل فيه حبوب لسه تعالي وأنا هديلك ليها علاج. اتفقنا؟ ماشي. دول ب 110. لا نخلي الشامبو. طب خليهم 100 هما الاثنين. احنا مش معانا ال 100. ماشي. عرفت هتستخدميه ازاي؟ طيب عيدي عليا اللي انا قلته. يعني اول حاجه اغسل الشعر واحطه على النشف كده. اول حاجه تحط تحطه على راس الوقت وتبيت بيه. تاني يوم الصبح تغسل شعر قرار. اغسل من شعرك بالشامبو. وبعد كده تاني يوم بالليل زي كده تحط بقى الشامبو صح؟ يوم ويوم لا. دي بقى تمشي عليه يوم ويوم لا. ودي مره واحده. ودي مره واحده بس. وده مره واحده. لو لقيتي لسه فاضل حاجه اعمليه كمان ليله. فهمتي؟ لو تهتي اساليه بقى. مش عارف انا هعرف اتكلم معاكم النهارده ولا لا يعني، بس هو يعني ايه ده العادي في شيفت بالليل. والله في حاجات كتير عايز اقولها في الكيسز اللي عدت دي. بس الاول نصلي المغرب. نصلي المغرب. دول 3 ادويه برد. اغلب الصيادله بيتعاملوا معاهم ان هم اي واحد بدل التاني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي. بص يا سيدي، ده للرشح والبرد. دوت هيتاخد 5 نقط بالفم مساء مره واحده. دوز الحيوي ده 5 سنتي كل 24 ساعه كل يوم في نفس الميعاد بالظبط. وخفض الحراره عندك اللزوم. طيب 2.5 سم عند اللزوم معاك لغايه 5 مرات في اليوم. ازازه زيت جابر عينيا ليها؟ لا. وده بقى؟ لا هي ممنوع. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. روتين للبنات الاربعه. عايز حاجه بالشعر زيت الروتين. في اي حد فيهم زيها كده عنده قشره او عنده حبوب شبه اللي عندها؟ لا بس هي كان عندها تقصف في الشعر وتعالجت منه لسه شعرها. هي دي اللي انا شفتها؟ لا التاني. اصغر ولا اكبر؟ اكبر. بسيط. حاجه روتينيه يستخدموها على طول. حاضر. مش عارف لو اديتهم للدكتور مثلا ايه اللي بتحس ساعات بيه؟ الواحد نفسه خاص طعمه جامد. بتحس بنفسك غم عليك؟ في وجع هنا ومش قادر تنام من ايه بقى؟ حاسس الاكل طالع على زورك؟ لا بطني عادي. بطن منفوخه؟ سريع هضم. تحس البطن منفوخه؟ ممكن. في مغص؟ ولا تقل بس؟ تقل. مفيش اسهال ولا امساك؟ لا ولا اي حاجه خالص عادي يعني. الواحد التقل بيكون في فم المعده هنا كده؟ يعني بص اكيد لو ممكن يضغطوها ما ياكلش مثلا. يا دكتور وياخد منها اعمل التليفون بره. ماشي خد عايز حاجه روتينيه للبنات الاربعه. حاضر عينيا. ممكن واحد ما ياكلش طول النهار ياكل مثلا اخر الليل ياكل ويشبع وهي دي تعب. ده ارتجاع رهيب ده بقى. ده كده ارتجاع مريء. هو واحد ممكن جعان عادي ما ياكلش. وساعة ما يفضى بياكل ان كان مثلا فبتترسها وتنام. ممكن وبتحس انت بقى وانت نام كانه في حاجه كبسه على نفسك. هو مبدئيا كده ما ينفعش ان انت تجوع طول اليوم وتاكل وتنام. ما هو ده الطبيعي بقى. انا خاص بشغلك حتى كده.
يعني انت في شغلك دوت ما تعرفش تنقنق كده طول اليوم؟ طب انت ما ينفعش لما تروح قبل يعني تاكل وتصبر ساعتين وتنام؟ تعب اليوم بينام غصب. غصب. يعني ما فيش حل. حلها لازم يكون حل هنا. انا واحد لو كان بينام خلاص ما اتحركش منه ولا شيء. طيب يبقى في حل انا هقوله لك، ان انت ممنوع تاكل اي مسبك او اكل كتير او اكل مقلي قبل ما تنام. والله ساعتها طول ما انت جعان ما يعني ما فيش حل خالص. ما فيش حل الحياه هذه. انا حاولت معاك. لو فواري ما تصير خير يعني. لا فوار ايه؟ هو فوار هينفع معاك؟ والله دار عليه. مش هينفع معاك. ليه؟ مش بنات راجل. حبوب. هناك صار تعب حبوب. كل يوم قبل ما تتعشى بقى بنص ساعة كده هتروح واخد لك حباية. ايش فهمت دي علشان تهيئ المعدة اللي انت هتعمله فيها. الشعر جاف ولا دهني ولا عادي ولا ايه؟ مش تحيرني، ما انا مش عارف. ما احنا محتاجين نعرف. طب هو كل شعر وليه حاجة. يعني هي واحدة هتكفي ولا اجيب البنات كلها تشوف شعرها؟ مش عارف. هتسألهم ولا هم مش عارفين؟ طب ما تعديهم علينا الليلة دي. ولا انت زهقت من الراحة والجاية؟ تبقى صعبة المنشية وبتجيبهم الأربعة. المنشية ما في ناس تيجي من أبعد من كده. ماشي بس يعني عمال رايح جاي رايح. البنت اللي أنت شوفتها دي بالتالي شعرها دول مش عارف. هيبقى الكل زي كده. أنا مش عارف. طب اسألهم هم أكيد عارفين. اللي معاك يا دكتور ما كنا بناخد بدل الأمر وخلاص. طيب نبدأ بريتاج الأول. تمام. ريتاج هتاخد اللبوسة ديت دلوقتي. تمام. الآن وبعدين تتاخد عند اللزوم لما الحرارة تكون مرتفعة جامد. تمام. بالتبادل مع الستال. لما الحرارة تبدأ تنزل هتكمل على الستال شغل. هتكمل على الستال. ده لما الحرارة تكون مرتفعة جامد وما تاخدوش مع بعض في نفس الوقت. تمام. يعني بعد دي بساعة يعني. مش ساعة ساعتين 3 كده. مضاد الفيروسات 5 سم 3 مرات، ودوت رش على الزور والفم 3 مرات. دي كده حاجة ايه؟ ريتاج. حاجة مين؟ دي أروى. 2 3 مرات. ده 3 سم 3 مرات، وده 5 سم 3 مرات. هي كان انا كنت جبت لها العلبه دي مالكش يعني عندك؟ خلاص مالكش تكمل عليها وتزود عليها ده. تمام. يعني لو عندك يعني ده خلاص لازم نشيل. الاثنين يكونوا مع بعض ولا هيهدي معاها خالص. هي عندها برد او رشح؟ لا هي كحة بس. خلاص يبقى هو ده وده. النهارده انا فصلت التصوير فترة طويلة لان الدنيا كانت زحمة جدا وكان في ضغط شغل جامد، وانا لوحدي. الاسيستنت اللي معايا بس بتدخل الطلبيات جوه وبترص الادويه وكده، فانا بس اللي شغال على الكاونتر. فالدنيا كانت زحمه جدا. فكان في كيسز كتير كان نفسي ان انتوا تشوفوها ونتشارك فيها. بس للاسف مع ضغط الشغل صعب ان انا اركز في التصوير وكمان اركز مع البيشنتس مع كتر البيشنتس اللي موجودين. ف يعني هحاول اشوف حل للموضوع ده بحيث نتشارك سوا. كيسز كتير من اللي بتعدي كان في حاجات كتير نفسي تشوفوها ونتعلم منها سوا. كيسز مرتبطه بديفرنشال دايجنوزس مختلف، يعني ازاي ناخد هيستوري ونركز في التفاصيل وكده. كيسز كوزماتكس او كيسز ميديكال عاديه. ف يعني المهم ان شاء الله نحاول نستفيد بقدر الامكان. النهارده كنت بتكلم او كنت عايز اتكلم معاكم في نقطه الانديفيدواليزيشن اوف تريتمنت او ازاي نفسر الدواء على مقاس العيان. وكنت عايز بدات ان انا بضرب الامثله بادويه البرد، فخليني اجيب الادويه اللي انا قلت لكم عليها عشان احنا رصيناها في وسط الزحمه وارجع لكم تاني. كنا اتكلمنا عن مثلا دواء زي كونجستيل، ودواء زي 1 2 3، ودواء زي ترايميد فلو. المفروض انه الثلاثه ادويه برد، ولكن هل الثلاثه بدائل لبعض وهل الثلاثه ينفعوا مكان بعض؟ يعني انا جالي بيشنت عنده برد، فهل اي بيشنت عنده برد اديله كونجستيل؟ مفيش كونجستيل اديله 1 3، مفيش 1 3 اديله ترايميد فلو. اي دواء برد ومشي الدنيا.
ولا الموضوع بيختلف؟ الحقيقة انه الموضوع بيختلف. الحمد لله ان المايك شغال. لو جينا بصينا مثلا على 1 2 3 هنلاقي السودوافيدرين اللي فيه الماده الفعاله الاساسيه اللي بتعمل كنترول على اعراض البرد 30 مللي جرام. الكونجستال القرص بتاعه فيه 60 مللي جرام سودوافيدرين. الترايميد فلو فيه 120 مللي جرام سودوافيدرين. ده معناه انه الترايميد فلو تقريبا القرص منه يساوي تقريبا 4 اقراص من ال 1 2 3. وانا هنا بتكلم عن الماده الاساسيه الفعاله اللي هي السودوافيدرين، بغض النظر عن الانجريدينتس الاضافيه كمان، لانه انا عندي ال 1 2 3 مثلا في الكلورفينرامين اللي هو الماده الانتي هيستامين مضاده الحساسيه 2 مللي جرام، بينما في الكونجستال الكلورفينرامين 4 مللي جرام. اذا الحبايه هنا ضعف هنا. طيب بما انه التركيزات مختلفه فدوت مش يخلينا نفكر في انه طالما التركيزات عندي مختلفة يبقى بالتأكيد المفروض ده يكون انعكاس على المرضى بتوعي. لما يجي لي حد عنده أعراض برد بسيطة جدا ضعيفة جدا، شوية رشح خفيف، يعني ألم بسيط جدا في اللي هو بداية البرد ده، أدخل معاه بالماكسيمم دوز من الترايميد فلو، يعني أديله 120 مللي جرام سودوافيدرين مرتين في اليوم ماكسيمم دوز، لأن أقصى جرعة سودوافيدرين معايا 240. ولا ممكن أبدأ معاه بحاجة بسيطة زي ال 1 2 3 اللي هو فيه 30 مللي جرام بس سودوافيدرين مع 2 مللي كلورفينرامين مع 500 مللي باراستامول، حاجه يعني ايه للاعراض البسيطه السهله، يتاخد مره مرتين 3 في اليوم 4 مرات في اليوم مفيش مشكله. لما الاعراض تبدا تزيد مع المريض بتاعي ويبدا ياثر عليه، انه في مثلا بدا الموضوع يقفل معاه مناخيره، بدا فيه زكام، الرشح شديد، صداع جامد، مش عارف ايه، فابدا ارفع التركيزات وادخل بادويه اقوى. جاي لي مريض بقى الدنيا بايظه خالص ورشح والزكام وما بعرفش اتنفس بالليل وانا نايم وبتاع، ادخل بالماكسيمم دوز من الترايميد فلو. اذا اللي انا عملته ده اسمه باختصار وببساطه شديده جدا تفصيل الدواء على مقاس العيان حسب حاله المريض اللي قدامي. طيب لو جدي لي جديد عند البيشنت وطلع الست دي حامل، يعني طلعت سيده حامل، طب سيده حامل انا هبدا بقى اغير الخيارات بتاعتي خالص، هركن السودوافيدرين وهشوف حاجه ما فيهاش اصلا السودوافيدرين، فهروح اجيب حاجه مثلا زي الكولد كنترول. هوريه لكم. الكولد كنترول دوت ما فيهوش سودوافيدرين، ولكن في اسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول، في باراسيتامول مع دايفينهيدرامين. الدايفينهيدرامين دوت انتي هيستامين فيرست جنريشن سيف في البريجننسي. فاذا خياراتي تغيرت بتغير حاله البيشنت. طيب لو مريض هايبرتنشن هبدا ابص هل الهايبرتنشن او الضغط المرتفع دوت منتظم ولا غير منتظم. لو مش منتظم هبعد عن السودوافيدرين خالص، لو منتظم هروح للسودوافيدرين بتركيزات منخفضه، يعني حاجه زي ال 1 2 3 ممكن يتاخد مرتين 3 في اليوم، بحيث ان يكون الماكسيمم دوز 90 مللي جرام سودوافيدرين في اليوم، مش قلقان انها هترفع لي الضغط بتاع المريض. فده مثال على الكونسبت والمبدا بتاع الانديفيدواليزيشن اوف تريتمنت، او انا بحب اقوله انه تفصيل الدواء على مقاس العيان. انا بقول دايما انه الصيدلي زي الترزي الشاطر، زي الخياط الشاطر، يعرف يظبط البدله على مقاسك بالظبط. نفس الكونسبت بالظبط بنطبقه على الكوزموتكس، وانا جايب لكم هنا 3 امثله برضو لحاجه واحده، يعني زي ما اتكلمنا في الادويه عن حاجه للبرد وازاي بنكستمايز الحاجه دي على مقاس البيشنت. ففي الكوزموتكس مثلا انا عندي 3 غسولات اهم، والثلاثه المفروض انهم للبشره الدهنيه، ولكن في اختلافات كبيره بينهم، والثلاثه مش انترشينجبل مع بعض، يعني ما ينفعش اطلع ده مكان ده مع ان الثلاثه البشره الدهنيه، بس لا في فاكتورز هتدخل معايا في الموضوع تفرق تماما. انا عندي مثلا ماليندا جل. ماليندا دوت فيه سلفيت، في صوديوم لورايل ايثر سلفيت، يعني السرفاكتنت الرئيسي فيه او الغسول الرئيسي فيه من عيله السلفيت، ودي من اقوى العائلات اللي بتعمل كلينسنج للبشره وعندها القدره على ان هي تتغلغل في الدهون وتشيلها، بالاضافه لحاجه اسمها الكوكاميدو بروبايل بيتاين، ودوت سرفاكتنت تاني كمان، يبقى في 2 سرفاكتنت معانا في التركيبه دي، بالاضافه لانه كمان فيها جلايكوليك اسيد احماض فواكه مقشره، وفيها ساليسيليك اسيد برضه مقشر.
فهي تركيبه قويه قوي، وفي كمان لاكتيك اسيد وسيتريك اسيد، يعني في مجموعه من احماض الفواكه موجوده معايا. فالتركيبه فيها 2 سيرفاكتنت، منهم 1 سلفيت بالاضافه الى 3 أو 4 مقشرات، فالتركيبه قويه جدا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحاول نركز، يبقى عندي ماليندا جل قوي جدا بمعايير الغسولات. لما اجي ابص على التوبيجنت الازرق، توبيجنت سيبيوم، برضو المفروض ان ده البشره الدهنيه. لما اجي ابص على السيرفاكتنت اللي فيه، مبدئيا السيرفاكتنت اللي فيه ديكايل جلوكوسايد وكوكاميدو بروبال بيتاين، والاثنين مش سلفيت. فدوت السيرفاكتنت اللي فيه او المنشط السطح او الماده الفعاله الاساسيه اللي فيه للتنظيف مش انيونيك سيرفاكتنت ومش سلفيت، فهو من حيث السيرفاكتنت فهو لطيف او جنتل على البشره، مش هارش مش عنيف زي السلفيت اللي موجود في الماليندا. ولكن ما زال فيه جلايكوليك اسيد وسالسيليك اسيد اللي هي الاحماض المقشره والتي تري اويل وشويه حاجات تانية كده، بس انا اللي يهمني في الليله دي السالسيليك اسيد والجلايكوليك اسيد. فانا عندي حاجات مقشره في التركيبه. نيجي بقى للتوبيجنت ديليكت، دوت برضو المفروض ان هو موجه للبشره الدهنيه الحساسه. التوبيجنت ديليكت بقى ولا في سيرفاكتنت هارش ولا في اصلا مقشرات ولا جلايكوليك اسيد ولا سالسيليك اسيد. فانا عندي تدرج في قوه الغسول، الثلاثه بيطلعوا البشره دهنيه. لكن اي بشره دهنيه، هو كل البشرات الدهنيه زي بعضها؟ قطعا لا. في بشره دهنيه فيري اويلي عنيفه وحب شباب باستمرار، وحب شباب دايما بيكون معاها مودريت تو سيفير، يعني درجه الاويلي بتاعتها ونشاط الغدد الدهنيه فيها عنيف جدا. فدي مثالي ليها ان انا استخدم ماليندا جل اللي هو هارش عنيف بيشيل الدهون ما بتفهمش ومعاه مقشرات كمان. نيجي بعديه. وعليكم السلام. لا ناقص. نيجي بعديه للتوبيجنت سيبيوم الازرق، دوت اقل بقى من ماليندا، ما فيهوش السيرفاكتنت القوي العنيف، ولكن ما زال فيه جلايكوليك اسيد وسالسيليك اسيد، فهو مناسب للبشره الدهنيه المتوسطه، ولا هي دهنيه بايظه خالص ولا هي دهنيه خفيفه مختلطه الدهنيه التعبانه دي، لا، بين البنين كده. تمام. ودوت غالبا بيكون الناس اللي بيكون عندها حب شباب متوسط الحده. نيجي بقى للتوبيجنت البينك، دوت ولا في سيرفاكتنت قوي ولا في مقشرات، هو كل وظيفته ان هو جنتل كلينسر، غسول لطيف على البشره. ولكن حد ممكن مثلا يقول احنا ممكن نستخدم ده للبشره الجافه جدا، يعني بما انه هو جنتل ولطيف، هقول لك هو مش هيكون في مشاكل، لكن انا برضو هحتاج ان الغسول اللي هستخدمه للبشره الجافه وشديده الجفاف يكون فيه مرطبات اكتر، ملكي اكتر، كريمي اكتر، بحيث ان هو انا مش محتاج منه تنظيف قوي قد ما انا محتاج منه يعني جنتل كلينسنج مع لمسه ترطيب كده للبشره. هو مش هيديني ترطيب زي المرطب لانه بيتحط لثواني ويتغسل من على البشره، فما استفدتش منه بشكل حقيقي في الترطيب، ولكن وجود مرطبات كتير في الغسول بيقلل جدا جدا من تاثيره العنيف على البشره. حتى لو هو ما فيهوش سيرفاكتنت قوي بالمناسبه، مع البشره الجافه والبشره المعرضه للاكزيما دي بتكون يعني بتتلكك، حتى لو السيرفاكتنت الماده الاساسيه مش قويه قوي برضه ممكن تهيج البشره الجافه. فده مثال تاني على الكاستمايزيشن، وحاله ان احنا بنفصل ونظبط حاجه على مقاس الكيس اللي قدامي بالظبط، وانا مش هعرف تفاصيل الكيس اللي قدامي من غير ما اعمل هيستوري كويس واخد واتكلم واحاول اعرف تفاصيل. طب اخدتي قبل كده ايه اللي نفع معاكي وايه اللي ما نفعش؟ طب ايه اللي جربتيه وبوظ بشرتك؟ طب ايه اللي جربتيه وكان كويس مع بشرتك؟ طيب ايه الادويه اللي انت خدتيها قبل كده لحب الشباب؟ فانا باخد هيستوري كتير عشان خاطر ابدا استنتج منه نوعيه البشره اللي انا بتعامل معاها دي ايه بالظبط، فابدا اكستمايز العلاج بتاعي على اساسها. فدي البوينت اللي انا حابب يعني ايه ان انا اوصلها لكم النهارده، فكره الانديفيدواليزيشن اوف تريتمنت، او خلينا نقول ازاي نفصل دواء على مقاس العيان. بس كده.